بالنسبه للتمور هذا العام صراحه سمينا كاين شويه الثمن، ولكن الاقبال الناس ما كاين لا اقبال لا والو. الناس مساك الله حس العوان كيجيو يسولوا في الثمن، ولكن كلها كيجي بيتقدى كرتونه جوج ما كيدي والو، كيدي كرتونه واحد، كيدي كرتونه واحد ما كيدي والو، كيدي كرتونه كيقول يقسموها بجوج. بالنسبه للاقبال ما كاينش هذا العام. واحد يومين الاولى قبل رمضان داز القضيه زينه شويه صراحه، داز البيع والشراء شويه، ولكن نهار بيصبح رمضان الناس قداو داروا داكشي اللي بجهدهم، ضربوا بجهدهم في الاول، في الاخر ما بقى والو. دخل رمضان نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث ما كاين والو، حتى الثمن تراجع شويه في الثمن، التمر تراجع شويه في الثمن، ما بقاش داك الثمن اللي كان في الاول. دابا بحال المصريه من كانت من 320 ريال ترجعت 13 درهم، من 16 درهم 13 درهم. كانت الجزائريه من 41 درهم ترجعت ل 35 درهم. كان المجهول ديال البلاد داير 90 درهم رجع ل 60 درهم. كاين واحد التراجع ملحوظ بشكل كبير، لان الناس صراحه كاين التمر موجود، كاين اللي موجود بزايد، كاين السلعه موجوده والاقبال ما كاينش. الناس مقهورين صراحه، مساك الله يحسن العوان. الناس ضربوا باللي بجهدهم. ذاك الاول كان شي شويه كيتقدر ديك 5 كيلو 10 كيلو، ولكن دابا حاليا ما كاين والو صراحه. الناس كيدوروا تيعياو كيسولوا كيساوموا الثمن، كيديروا هكذا وكيزيدوا في حالتهم، كيجيهم الثمن غالي. الناس كاين اقبال بزاف على الجزائريه بزايد بشكل كبير. المصريه بحال هذه راه الثمن مناسب، بحال هذه دابا دايره 14 درهم، كانت في الاول 18 درهم اللي دايره. كاين هاد الهنا دايره 9 دراهم، كاينه المغسوله ها هي فينا هي دايره 12 درهم حتى 11 درهم. كاينه الشريحه 60 درهم، الشريحه هي فينا هي، ولكن الناس ما قادين 60 درهم صراحه. اغلبيه ديال الناس كيجي كيدير 5 كيلو كرتونه ديال التمر تقريبا 80 درهم 70 درهم، وكيزيد في حالته. هذا ما كان بالمقارنه مع العام اللي فات. العام اللي فات كان البيع والشراء شويه، هذا العام ازمين الناس الله العالم بهم صراحه، لان صراحه هذه الازمه اللي كيمر منها المغرب كامل، وهذا الشيء ديال الجفاف اللي كاين لا من ناحيه التمر لا من جميع ما ياكل لا من جميع الحروب. الناس وقفوا وحده ما تلاقوا كاع يتحركوا صراحه. باركين دابا الناس مضاربين مع الخضره وسميتو غير الضروريات. ما بالنسبه للتمر ما بدي فيه حتى شي واحد دابا في هذه اللحظه بالضبط. الاثمنه السنه هذه مرتفعه مقارنه مع السنه الماضيه. في الشهر ديال شعبان، في شعبان كان الرواج الحمد لله مزيان، ولكن بعد دخول رمضان الامور الرواج التمر ديال البلاد ديال المغرب، خصوصا المجهول، فكوس، بوسكري، الجهل، هذه انواع كاع مزيانه وعنده جوده عاليه كاع بالمقارنه مع ديال تونس وديال تونس وديال الجزائر. عندنا مجهول احسن كاع من ديال الجزائر. الفكوس والمجهول وبوسكري احسن كاع من ديال الجزائر. ولكن كان بعض الناس اللي كيفضلوا المنتوجات الاجنبيه كاع بحال مثلا ديال الجزائر وديال تونس. كان بعض المواطنين كيحبوا داك شراء ديك المنتوجات الاجنبيه، ولكن كندعوهم احسن يشروا المنتوج الوطني. انا المنتوج الوطني احسن من داك المنتوجات الاجنبيه، لان ما فيش مواد حافظه. طلع العرض طلب كيحدث السعر ديال التمر في رمضان كيداير مزيان شويه. امور رواجنا نقص بزاف، ماشي مقارنه مع شعبان الرواج نقص شويه. اخويا المقارنه بالاثمنه بانه الوسطاء داروا الثمن في الشراء ديالهم. اللي واكل العصا اليوم واكلها الوسيط، انه هو الفلاح باع بثمن ممتاز. الوسيط اللي تورط في السوق اليوم، حتى المستهلك اليوم كياكل التمر بقل من داك الشراء الوسيط. انما شراو الضيعات وشراو الفوار مع تقريبا شهر 9 الاواخر ديال 8 كاين اللي طيح عليه التمر ب 35 درهم ديال الجهل، راه اليوم كيبيعوه ب 30 درهم 33 درهم 32 درهم وزائد الصاير. الوسيط اللي واكل اليوم هذا العام بالنسبه للتمور واكل فيه العصا، انه هو زرب في المشرى ديالو. وحنا بغينا هذه الحاله هكا تكون، ان هي بانهم كيدخلوا للسوق قبل ينتج الانتاج،
مزيانه هذا الرجعه تكون في التمور باش بانه يشد السوق التوازن ديالو. والاستيراد حتى فعلا حتى الدوله عندنا ما راعات شويه الاستيراد بانها من هبه ودب دخل. والاستيراد هرسنا حنايا باننا دوك مقهورين على شحال ديال المسائل، كاين الجفاف، كاين حفر الابار، كاين نقص المياه، كاين الاستيراد بانه زاد هرس الاقتصاد المغربي. وكان تعجبوا حنا باننا في هذه التمور الجزائريه اللي هي بانها غزات السوق المغربي، وحنايا بانهم العلاقه بانها مقطوعه معاهم. ما عرفنا كيفاش جات هذه التمور منين جات. هما كيحاربوا كيلو ديال المطيشه ما يدوز عندهم، وحنا التمور الجزائريه راه هرست التجاره ديالنا وهرست الفلاح ديالنا وهرست حتى المنتوج ديالنا. الاثمنه ما كاينش، اثمنه متوسطه ما كاينش. التمور المغربيه راه من 13 درهم ل 10 درهم حتى 40 درهم، كلها ويتقدى في ديالو. كاين المجهول 100 درهم، كاين 120 درهم، فكوس 30 من 40 درهم حتى ل 100 درهم. القطاع كاين التقديه الله اللي يتقدى كلها يتقدى على الجهد ديالو.